ماما يا ماما انا عندي الهشيموتو. قالت لي يا لهوي يا ميمي، الكوتوموتو ده جاي لك من ايه؟ هشيموتو يا حاجه مش كوتوموتو. ف ما كنتش اعرف، ورحت لدكاتره كتير ومش عارف ايه، والدكتوره تقول لي طب لمستي ايه؟ ورده فله مش عارف ايه، عشان أنا ماشيه في الغابه اهي. ممكن تقول لي ممكن يكون جه عليه وشك حاجه كده من الورق الشجر ولا مش. طبعا كل ده غلط. صوابع ايديا دي كانت ملتهبه، كانها محطوطه في الزيت. احساس الحرقان كان بيروح ويجي، بس الاحساس الالتهاب كنتش اقدر، يعني كنت على طول لابسه جوانتي البلاستيك في ايديا ومراهم ومش عارف ايه، لحد ما قريت ان انا عندي كذا كذا الاعراض، وعرفت ان انا عندي هشيموتو. انا عرفت ازاي الحاجات دي. انا كنت بشتغل 24 ساعه في اليوم، مش 24 ساعه بس يعني يعني احنا بنقول كده. بصحى الصبح، خصوصا يوم السبت زي ايه يوم السبت ده، انزل الصبح وارجع بالليل. وبعدين تعبت، وتعبت فعلا، ظهري وجعني ورجلي وجعتني. فقلت لا، يعني انا مش هفضل طول عمري شغاله بالطريقه دي، شغاله عند الناس وصحتي عماله تروح، هم فلوسهم بتزيد. طب ما انا اخلي طاقتي دي لنفسي. فكرت اعمل كذا مشروع، بس ولا واحد فيهم نفع. كل المشاريع مش اقل من مئات الالوف. ففكرت في مشروع تاني على قد الفلوس اللي معايا، ايه هو؟ الاونلاين بيزنس. وبعد كده اكتشفت ان دي احسن حاجه انا عملتها. يعني كويس ان انا ما عملتش مشاريع تانية. كنتش هقدر، كنتش هعرف، كان هيبقى عندي ستريس اكتر من الاول. الاونلاين بيزنس ده على قد فلوسي، دماغه على قد دماغي، يعني مريحين بعض. بيجيلي فلوس بيجيلي فلوس، وقتي براحتي وقتي براحتي. بخش على النت وعلى الكمبيوتر وبشوف ايه الدنيا ماشيه ازاي. بقى عندي شغف ان انا ابقى اعرف ده وده وده وده، واعرف كل حاجه. يعني معرفتي طبعا مش زي معرفه المتعلمين في امريكا واللي حياتهم كلها على الكمبيوتر، يعني جاي من مصر. بس يعني المعرفه اللي انا عرفتها كويسه. فالاونلاين بيزنس ده احسن خطوه انا عملتها. انت كمان شغاله طول النهار وتعبانه وسايبه العيال، والعيال مش عارف فين، وبترجعي يا دوبك مهدوده وحتى ما بتلحقيش تعملي اكل. الاونلاين بيزنس ده احسن حاجه ليكي. بتلاقي نفسك قاعده في بيتك مع العيال، يعني شايفاهم، انت سعدة بيهم وهم سعدة بيكي، بتعملي فلوس. فانت لو عاوزه تعرفي انا عملت ايه، كلميني وانا هقولك، ونبدا خطوه بخطوه.